سبب ان الناس تخش الاسلام. انت نزلت تبديل جديد في الدين ولا ايه؟ انا اتضرب. ايوه اضربي يا بواكي كلبه. مش كفايه متجوزه راجل كبير جوزي راجل كبير؟ ده جوزك؟ انت مين؟ انت كده العيش الشامي يخرب بيت امك فضحتنا. المطعم هذا ما انصح باكله، كله وحش وكل حاجه فيه. اجري اجري. طيب انتخابات التيك توك مش ناوي تهدى؟ واحد بيدخل الناس الاسلام وبيخرجهم من الاسلام ويكرههم مشاكل، ماسك حمد وفاء نازل فيهم هبد الدنيا بايظه. فيلا بينا كده على السريع نخش نشوف الدنيا فيها ايه. بس قبل ما نبدا هطلب منك طلبين صغيرين: تشترك في القناه وتضغط لايك الفيديو ده عشان الفيديو ينتشر ويظهر لناس اكتر واكتر، وتشجعني ان انا اكمل في المحتوى بتاعي واكمل الفيديو للاخر عشان عاوز اقول لك كلمتين مهمين جدا. وبس يلا بينا نخش في الفيديو. احنا طيب اللي ما يعرفش ده فده مولانا الدسوقي رضي الله عنه، استغفر الله العظيم. خسرنا في الانتخابات ليه يا عم؟ هي النتيجه طلعت، العلامات كلها بتقول ان احنا هنخسر. الشمس طلعت من مشرقها ولا من مغربها والمسيح الدجال طلع، فكده خلاص العلامات طلعت ان احنا خسرنا. انا حياتي ما بقتش ملكي، بقت للناس. ازاي يعني بقت للناس؟ مش فاهم. يومي كله عباره عن تصوير وتحضير ومونتاج، كل ده عشان مين؟ عشان تنجح، عشان اقدم للناس محتوى محترم ويفيدهم ويليق بيهم. على معلش انا هقطعك في دي. تصوير ومونتاج، في انت بتمسك الكاميرا كده وبتصور، مش مع التليفون التاني، بس انت بتمسك الكاميرا بتصور، بعد ما تخلص تصوير بتنزله. فين المونتاج؟ فين التصوير؟ انت مش كونتنت يوتيوب كريتور، يعني مش كونتنت كريتور على اليوتيوب. ما فيش مونتاج وتصوير، انت بتمسك الكاميرا، انت بتتاجر بالدين بمعنى صح، انت بتتاجر بالدين. فكرة انت موهوم والناس كلها ضدك ومحدش شايف ده. على فكرة انا مش موهوم ولا حاجة، انا بتعب في محتوايا ومستني احس بتقدير من الناس. قول لي انت مميز في ايه؟ البرنامج كله بقى بيعمل محتوى هادف زيك، بس مش كله كان سبب ان الناس تخش الاسلام. انت نزلت تبديل جديد في الدين ولا ايه؟ إيه ازاي الناس تخش الاسلام؟ انت بتعمل اصلا، انت بتنزل فيديو يعني ماشي، فيديوهاتك حلوه، اللي انت بتعمله حلو، انك بتشجعنا ان احنا نعمل حاجات تكسبنا ثواب، مش تدخل حد الاسلام. انت مثلا واحد بيبيع بيحط، شفت فيديو واحد بيبيع حط دهن زياده في اللحمه، اشهد ان لا اله الا الله، انا دخلت الاسلام عشان شفته بيعترض ان ده غلط. فين الفكره؟ فين الحاجه اللي تخليني انا مثلا كحد ملحد او حد كافر ان انا عايز ادخل الاسلام بسبب الحته دي؟ وناس تقوم تصلي ما كانتش بتركعها. طب ازاي بقينا نصلي قيام ليل مع العصر يا اخواتي. نخليك فرحان وتحس ان تعبك ده ما راحش على الارض؟ اني افوز باللقب السنه دي. هينزل بقى بالابديت الجديد، هيحلل لنا. مش عايز اغلط بس يعني الكلام اللي بيقول ده مستفز. انا بتعب بقالي سنين، مش ابن امبارح. دلوقتي التصويت مفتوح عند مروان جليتش، خش صوتوا لي فرحوني. طب مروان جليتش ده فاني قبيله من القوائل، يعني انت لو انت خسرت السنه دي هتعمل ايه؟ مش هيبقى لاقي نفسي اكمل. محدش هيخش الاسلام تاني، نقفل الباب ونبطل ابديت وخلاص، اللي دخل. وههد اللي انا بنيته كله، هتخرجنا بره الاسلام ولا ايه؟ وهبطل فيديوهات. وينصرك الله نصرا عزيزا. انت واخد الموضوع جد قوي. دي انتخابات تيك توك، انتخابات منصة، يعني منصة اللي هو فاسدة. فانت مش هتمسكها مثلا هتروح تطرد منها اللي مش لابسين حجاب، مش هتدخلنا كلنا الاسلام بتاع. انت بتقول ايه يا اسطى؟ اخوه حبيب قلبي محمد رمضان، البقاء لله. حبيب قلب اخوك وشد حيلك، انا كنت جاي اقسم بالله. بس طبعا محمد رمضان كان قاعد مستني دي بالعافية، كان هيقول يعني كوكو هيقول لي هيفتكرني مش هينساني. رجلي مكسوره ما قدرتش انزل اقسم بالله. الف سلام عليك يا كوكو، العزا وصل. بس علينا على الحق او البقاء لله، وما يخلاش على اللي خلقه. حول ولا قوه الا بالله. ربنا يصبر قلبك يا حبيب قلبي يا رب. بس انا هبعت اسامه اخويا عشان انا رجلي ابويا خلاص الواجب وصل. مكسوره اقسم بالله. والف الف 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 مبروك، وعقبالك وعقبال اخوك كده يا حبيب اخوك ان شاء الله. الف الف سلام عليا. بيظبطها في الاخر. بصراحه انا ما شفتش في حياتي احلى من الشامي. يا ابني انت كده العيش الشامي يخرب بيت امك فضحتنا يا ابني. وقف الفيديوهات دي. عاوز ريتش اطلع ارقص غني اقلع اعمل، بس بطل النوعيه دي معلش. ايه ده يا حاج؟ ده قلم مش بنيه، انت مالك؟ ايه ده اللي انت عملتيه ده؟ انا اتضرب. ايوه تضربي يا بواكي يا كلبه. يا اخويا اضربك بالقلم، مش كفايه متجوزه راجل كبير جوزها راجل كبير؟ ده جوزك؟ وبعدين مراتك وابنك دول يطلعوا بره البيت دلوقتي. يعني ايه يطلعوا بره البيت؟
مش انت العريس؟ ايه يابا ما ترد. انت مين؟ شاطر يا اختي كده، انت نفذت كل كلمه اهلك قالوها لك. عيب عليك. ايه ده؟ انتوا متفقين سوا؟ انت ازاي تقبل على نفسك تضربك كده يابا؟ سؤال بنستوعب واحدة واحدة علينا. الراجل الكبير ده جوز دي، وده ابنه، ودي مراته، ودي مراته، واللي ورا ده كنتش عارف انها شديده كده. هو يكون لي فارق معاك انها شديده؟ لكن الاربع صوابع اللي معلمين على وشك دول عادي. ده انت كنت 5 يا صاحبي، بيكونوا 5 مش 4، والفوكس حتى مش ظابط. يلا ما علينا. بتصبحني بعلقه وتمسيني بعلقه. ما تسكتي بقى يا وليه انت. يا نهار اتكلم يابا. انت راضي باللي هي بتعمله ده؟ يا سبع. هاخد على الكف التاني 5 تانيين، خليه ساكت ما تشجعهوش. رفعت ايدك هديك واحد زيه. يا ابني ما تورطنيش. بصوا يا جماعه، انا جوزتها بشروط ان تكون هي اللي تكون في كل منبر واحد. يا خيبتك يا خبتي ايه؟ منبر 1 لا اله الا الله. ايه لا يا ختي يا وكستي يا سبعي، يا اللي كنت ساعة ما بتدخل من الباب الكل بكش. احنا هنندب هنا ولا ايه؟ مش قلت لك تمشيهم؟ عايزه ارتاح. حاضر، انا خليك ترتاح على الاخر. يلا ما تمشوا بقى، خلي الليله تعدي ولا عايزين نضرب تاني؟ فرحة امي بيه. يا لهوي يلا يا وكستي. يلا يلا بره وابويا القدوه الكبيره بره. يلا الناس. يلا دي البت هتصلصحوا. يلا حبيبي. طب خلاص يلا يلا بدل ما تسلطحك انت كمان اجري اجري انت وامك. لمراتك. يلا يلا بسرعه نضرب. يلا يلا في داهيه. ده تكل بالك كده بقى يا حجوك تبقى شاطر، واوعدك ان اختي هتفضل على ذمتك لحد ما تموت، تمام؟ بس زي ما سمعت اختي هي اللي مسيطره. طب يا جدعان للاسف مش هقدر اكمل الفيديو عشان جمال مندو مموتني. جمال مندو مموتني، مش هينفع ان انا اكمل. فعايز تكمل الفيديو ما انصحكش عشان جمال مندو هيموتك برضه، هتعوز ترجع. طبعا يا جماعة الخير، المطعم هذا ما انصح باكله، كله وحش وكل حاجة فيه. اجري اجري. لو مسكتك وربنا لو مسكتك تاخدك تقطعك تعمل منك لحمة مفرومة وتوزعها لله. الحين انا لو ما مدحت هذا لو قلت مش حلو تعمل راحتك، لعبت بوقك مش بالتقنية. اكيد يعني انت الاعدادات عندك بايظة. الطعمية بتاعتي بزيت معمول من 7 شهور. انت مجنون. لعبت بوقي. طيب انا اقول مش حلو ومحلك مش حلو، مش هتعملي حاجة وانت بعيد عنه. اجري بقى برضه عشان ممكن تمسك السكينة وبش تديك في بطنك. انا بقول مسكت السكينة. امسك انت وهو هتلاقي. نورتوا بلدكم التانية مصر، واحلى تحية ليكم. اي حد بيتفرج ما اعتقدش ان في حد في السعودية، بس يعني احلى تحية ليكم. عم الحاج انت ليه استنيت لحد ما بقيت 100 سنة عشان تتجوز؟ بيكون نفسه، بس الحب وعود. 100 سنة وتجوزها يعني هيقضوا مع بعض ساعة حلوة يموتوا. والله يا ابني كنت بكون نفسي 70 ومين بيتكلم؟ انت حاطط المايك عندها وهو 70 سنة وانا بشتغل وحوش، والحمد لله اتجوزت الانسان اللي بحبها من ايام الشباب. 70 سنة حب، النهارده ربنا كرمني وبقينا مع بعض على سنة الله ورسوله. والله انا مش مصدق نفسي، الحمد لله. انت حافظ مش فاهم. المهم يعني صباحية مباركة. صباحية ايه؟ هتكونوا متوا، هندفنكوا في الجامع. ما علينا. انتي تتصالحي بوردة، انا بتصالح بفرخة. انا هزعل كل يوم. انتي انا اسف ان انا بوريكم فيديوهات زي كده. حقكم عليا، حقكم فوق راسي. اسف. وانا بتزولها بوردة. ايه اللي نزولها؟ بصوا بقى الترابيزه عباره عن ايه؟ عن نيلز ارت، ريل استيت. يعني ايه نيلز؟ يعني ايه ريل استيت؟ ماركتينج. فتح سوبر ماركت. اتش ار. شهر دي مش الجودة في بابجي. ريل استيت. مهندسه وميك اب ارت. ايه مهندسة دي؟ بره. عاطله. الاخت سكين كير. وانا يا جماعه مش عارفه الف الكاميرا. وانا
ريتيل. وانا يوتيوبر فاشل وشاب في ثالثه ثانوي عطلان. طب لو انت وصلت للحته دي في الفيديو فانا عايز اقول لك ان انا بحبك، خلي بالك، وعشان انا بحبك فانا عايز اطلب منك يعني راي صغير قد كده، ورايك ده ممكن يساعد ان القناه تتطور تتغير 360 درجه. عاوزك دلوقتي تنزل تحت تكتب رايك في كومنت، ايه رايك في الفيديوز بتاعتنا، يعني تخش القناه كده وتشوف الفيديوز، تشوف وتقول ايه رايك في الفيديوهات. لو عجبتك قول تمام حلو، لو محتاجه تطوير قول محتاجه تتطور في كذا، الصوت، الكواليتي، المكان، طريقه الكلام وكده. لو كله تمام فانا عاوز اقول لكم ان القناه ان شاء الله اخلص 6 ثانوي بس، عشان 3 ثانوي دي حاجه مكتفاني. اخلص 3 ثانوي ان شاء الله وهنغير المحتوى، يعني مش هنغيره قوي، هيكون الاكت وفلوجز، تحديات، جيمنج، هيكون محتوى متنوع يعني بكل شكله، يعني عشان القناه ما تبقاش ممله. يعني انت هتدخل القناه كده هتلاقي كل حاجه، هتلاقي رياكت وهتلاقي جيمنج وهتلاقي فلوجز وتحديات وهتلاقي كل حاجه. فمش محتاج منك بس غير انك تشترك في القناه دلوقتي لحد نمشي مع بعض السنه دي بس، وبعد كده ايه هنراقب الكلام مع بعض. فبس يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وسلام.